طبعا منذ أكثر من 20 شهر ولا توجد هناك أي معلومات عن وضع المفكر الأممي عبد الله أوجلان. كانت هناك معلومات عن زيارة للسي بي تي للسجن واللقاء بالقائد، لأنه بعض المكاتب أوردت أو بعض المصادر أكدت بأنه لم يكن هناك أي لقاء مع القائد. طبعا السياسة التركية والسياسة التي تمارسها تركيا في التجريد على المفكر الأممي عبد الله أوجلان تأتي في عدة إطارات، يعني عدة أهداف. يعني أهمها هي الضغط على شعوب المنطقة أولا، ويمكن أن تكون هي ورقة ضغط لصالحها في الانتخابات المقبلة. يعني موقف لجنة السي بي تي موقف مخجل وغير مهني، ولا يحقق أي صفة لهذه المنظمة التي من المفترض أن تكون هي لجنة تعذيب أو لجنة مناهضة التعذيب. لكن ننتقد هنا بشدة هذا الخبر الذي ربما كانت هي مساعدة في هذه المسألة، بأن يكون هناك لقاء ثم يبين أنه لم يكن لقاء. يعني يجب أن تقوم بواجبها وتكون يعني تقوم بأكثر من ذلك لتكشف الحقيقة لإنسان ضحى بنفسه من أجل الإنسانية. طبعا على شعوب المنطقة أن تقع على عاتقها ورد الجميل لهذا القائد الذي ضحى بنفسه من أجلهم، يعني من خلال عدم السكوت. يجب أن يقوم بأي شيء في سبيل حرية القائد، لأن حرية القائد تعني حرية شعوب المنطقة أيضا. هذه الشعوب يجب أن تقوم بواجبها، تنتفض لأجلها وليس لأجل القائد. فنحن ضد هذا التجريد التجريد بحق المفكر عبد الله أوجلان، الذي يفتقد إلى الموازين الإنسانية والمواثيق الإنسانية رغم تعدد مع كل الأسف رغم تعدد المنظمات الإنسانية وكذلك الداعمين لهذه الملفات، إلا أن لاحظنا كمنظمات سي بي تي المسؤولة عن حقوق السجناء وكذلك المنظمات الأخرى لم تفعل ما يتوجب ما يتحتم عليها من الحقوق في الدفاع عن المفكر عبد الله أوجلان بخصوص تجريده من حقوقه الأساسية كسجين سياسي. وهذا هو استمرار للأسف نحن ننظر إليه بمنظار آخر كمثقفين، ننظر إليه بمنظار بأن الحالة الإنسانية لهذه المؤسسات وهذه المنظمات تجردت من فحواها الأساسي، وأنها تنفذ أجندات لدول عظمى ولسياسات خارجية. نداء إلى جميع المنظمات العالمية بأن تكون إنسانية كشعاراتها، أن لا تكون هي مجرد شعارات مجردة فارغة من فحواها الأساسي الناحية الإنسانية والدفاع عن الحقوق المشروعة لأي إنسان. نداء إلى منظمة ولجنة سي بي تي بأن تكون حيادية في الموقف في التعامل مع ملف المفكر عبد الله أوجلان، وأن لا تكون هي أسيرة لأجندات وسياسات لدول أو لقوى عظمى تنفذ أجنداتها. فهذا هو المطلوب، بأن تكون كي تعيد مصداقيتها إلى المجتمع وكي يصدقها المجتمع والرأي العام العالمي. أنا أتكلم عن الرأي العام العالمي الآن يشكون في حقيقة منظمة سي بي تي ولجنة سي بي تي في تقصيرها في الدعوة والدفاع عن حق مشروع لمفكر له قضية وله موضوع سياسي، موضوع شعب وموضوع شعوب المنطقة وليس شعب واحد.